فلقيت مديري باعت لي مسج على الواتساب وبيقول لي انا عايزك بكره 10 دقايق في المكتب اول ما توصل. فرحت تاني يوم وقابلته ولقيت انه بيطلب مني الطلب ده: يا شادي، بسايد ان انت ماسك الاكونت مانجمنت تيم، عايزينك كمان تمسك السيلز تيم اللي بيجيب العقود الجديده. اوكي تمام، حاجه لطيفه. وطلب مني طلب في غايه السخافه، يعني انه فلان الفلاني في السيلز تيم ده اللي انت رايح تمسكه از اندر بيرفورمينج، بيجيب نتائج سيئه جدا، فانت محتاج ترفده، وده يكون اول قرار هتاخده. فرديت عليه كده وقلت له تمام، انا هنفذ اللي انت بتقوله، بس اديني شهر واحد فقط نأجل هذا القرار. قال لي ليه؟ قلت له انا ما اقدرش ادخل على واحد انا ما اعرفوش وما اعرفش هو ليه از اندر بيرفورمينج واقول له مع السلامه، اديني شهر بس اشوف الدنيا فيها، يمكن يبقى في امل. قال لي انت بتضيع وقت. قلت له خير ان شاء الله. وقد كان، نزلت قابلت صاحبنا ده 1 to 1 ميتنج، وفعلا لقيت ان هو امكانياته في حته السيلز او حتى ايفن الاكونت مانجمنت هتبقى ضعيفه جدا. فانا فاكر كويس قوي ان انا سالته سؤال واحد وقلت له انت عايز تعمل ايه الوقت اللي جاي؟ عندك استعداد تبذل مجهود؟ لقيت رد كله فعلا يعني نية ان هو يحط كل طاقته في الموضوع. ابتديت اشتغل معاه كل يوم ازاي نجمع الداتا بتاعت العملاء اللي هم البوتنشال، بقيت بعمل معاه كولد كولز، بقيت بنزل معاه ميتينجز، وصلنا للعقود. وبعد شهرين 3 الشخص ده بقى بيجيب التارجت عادي جدا، وفي شهر من الشهور صاحبنا ده بقى توب بيرفورمر، حقق اعلى نتيجه فيرسز كل التيم. اللي اكتشفته او خدت بالي منه في اللقطه دي انه الفريق كله كان مبسوط من اللي بيحصل، كانت في اجواء ايجابيه، الناس حست انه في دعم، حست انه في حد بيسعى ان هو يساعدهم مش يحاسبهم اخر الشهر. انا بتعلم كل يوم انه الاداره مش اداره ارقام وتارجتس ومنافسه، على قد ما هي اداره بشر. جمله سهله صح، اللي هو يعني متخليك انسان كده مع الناس بتوعك، لكن على ارض الواقع مع ضغط التارجت وضغط المانجمنت والسوق احنا بننسى القصه دي. عشان كده انا جاي افكرك وافكر نفسي النهارده.